علي عبد الكريم في حراسة المرمى، لكن كرة من عمر التراوري. عمر نقل عرضية الأول فقط بعد مرور 24 ثانية. الأسرع سجل عندك، هذا الأسرع يا جزراوي، فخر أبو ظبي فقط 24 ثانية. تناسي يسجل عندما تواجه مثل هذه الفرق. المفاجأة يجب عليك بأن تسجل عليها مبكرا حتى لا تكبر أثناء اللقاء. هذا كان شعار نادي الجزيرة، لذلك دخل بجدية كبيرة. الكرة من عمر التراوري لتناسي، وتناسي يعرف طريق الشباك، يتذكر طريق الشباك. تناسي راوغ عمر نقلها حلوة اللعبة إلى سالم راشد. سالم عرضية، متابعة الثاني من عمر، وأنتو جميل ما بين الثنائي، وأنتو جميل ما بين سالم وعمر، والنهاية للجزراوي. الجزيرة في طريقة إلى ربع النهائي. عمر التراوري في 34 دقيقة يسجل ويصنع من سالم راشد الأولى، ثم بعد ذلك الثانية. التحرك الجميل من عمر التراوري خلف المدافعين، يسجل الهدف الأول بالنسبة له، والهدف الثاني لنادي الجزيرة. أصبحت النتيجة 2-0. الجزيرة يتقدم ويتفوق على أبطال. مندي إلى علاء والهجمة العكسية، علاء والمحاولة، علاء والتمرير على ديوب. هدف للتاريخ. نعم، هدف للتاريخ يسجل اللاعب السنغالي ديوب، يسجل أول أهداف فريق غلف اف سي. فرحة مشجعي وجماهير غلف اف سي اللي يقفون خلف. شوف الحطة، تمريرة من علاء اللبناني إلى ديوب، وبسرعته وبلمسة هداف علاء اللاعب اللبناني اللي أهدى الكرة لهذا السنغالي. والسنغالي ما كذب خبر في اللقطة الماضية، على طول سجل ودخل تاريخ من أوسع أبوابه مع نادي غلف اف سي في هذه البطولة، وأيضا أعاد لهم الأمل وأعطانا شوط ثاني راح يكون مثير ومنتظر ما بين الفريق. تمريرة ومحاولة لعمر نقل عرضية. الثالث إكلاك الثاني مرة، وكأنه إعادة للهدف الأول. يأتي ثالث الأهداف عن طريق اللاعب تناسي. فرحة الجزراوي الصغير اللي يرتاح بالثالث، وهدف ثالث جزراوي عن طريق اللاعب فلورين تناسي. كرة عرضية، تحرك خلف المدافعين، ما في أحد مع تناسي، وتناسي يتذكر الطريق جيدا مرة أخرى في شوط المباراة الثاني ليضيف هدف ثاني لمصلحته، وثالث أهداف نادي الجزيرة في شوط المباراة الثاني. وفي هذا اللقاء والمكسب بالنسبة له بالانتصار، وأول لمسة من برونو، هدف على طول يسجل الرابع، ورسميا فخر ابو ظبي الى دور الثمانية، الى ربع النهائي. نعم، الجزيرة يتخطى عقبة غلف اف سي من الدقيقة 75. يسجل الآن الرابع. برونو خطأ كان موجود من المدافع في اللقطة الماضية، راوغ، ثم بعد ذلك حاولوا انهم يخرجون بالكرة في اللعبة الأخيرة. برونو داخل فريش، لذلك خلصها بكل هدوء وركنها في الشباك. سجل الهدف الرابع لمصلحة الجزيرة، وهي هدية ومكافأة لمدرب الأهداف. عضل الهدف، وبعد ذلك الآن عرضية، عادت المحاولة، تمريرة للأمام. أشرف والمشوار، أشرف مروة، تقدم أشرف، نقل عرضية. الكرة والمحاولة خطيرة، خلفان تسديدة وصلت إلى زايد والمدافع، والكرة راحت في الشباك. هي تريد الجزيرة، والجزيرة يريد الدور القادم. الجزيرة يصل إلى الدور القادم. بينما هنا الكرة العرضية والنهاية اللي كانت موجودة عن طريق اللاعب زايد العامري اللي سدد، والمدافع ساعد أيضا في إكمالها في الشباك، لتنتهي اللقطة الماضية بهدف سادس. ومعها حكم اللقاء يعلن عن نهاية هذه لمسة أمامية لأشرف. بن شرقي، يا عيني يا بن شرقي، يا سلام يا بن شرقي. يسجل بن شرقي
الهدف الخامس في شوط المباراة الثاني. أشرف بن شرقي بعدما ألغى له الفار هدف، والآن مع نادي الجزيرة يظهر في هذه البطولة ويسجل في هذا اللقاء. شوف أشرف بن شرقي هرب خلف المدافعين مرة أخرى وضعها بطريقة رائعة في شباك جالف اف سي. أصبحت النتيجة 5-1، انتصار كبير وعريض لنادي الجزيرة على دور الثمانية.